بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا النهاردة عن المكرونة، مكرونة الانسجام، أشهر مكرونة بقى على اليوتيوب، وكمان أشهر المحلات بيعملوها. هقولك على التكات اللي تقدري تعملي بها المكرونة مظبوط، وأقولك على الحاجات اللي تقدري تتجنبيها عشان تطلع معاكي المكرونة مظبوطة. أول حاجة بجيب طاسة وأحطها على النار، بنزل فيها بمادة دهنية. أول ما تبتدي بس كده تسيح بنزل بشفشق من عصير الطماطم المضروب في الخلاط. هدي كده رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود، وهبتدي أغطي الإناء وهسيب بقى لحد الطماطم ما تتسبك. هيكون معايا 3 بصلات صغيرين كده بقطعهم كده جوانح، بديهم رشة من الملح، وهبتدي دول أحمرهم زي بصل الكشري بالظبط. هجيب طاسة واحط فيها 3 معالق كبار من الزيت. أول ما الزيت كده يبتدي يسخن ببتدي أنزل بجوانح البصل، هبتدي بقى كده احمره، عايزاه يبقى مقرمش معايا. اول ما يبتدي كده يلون ابتدي بقى اقلب فيه عشان ما يحمرش معاك ويغمق ويبقى طعمه ممرر. خلاص هو حلو كده اللون ده، ما تغمقيش خالص عشان ما يمررش معاكي. بطلعه على مصفى عشان لو في بقايا زيت نبتدي نتخلص من. انا كده حطاه في قلب المصفى، هنسيبه بقى لما يبرد خالص عشان نكسره او نضربه في الكبة كده. دي الصلصة بقى بتاعتنا خلاص كده استوت. هبتدي ان انا ادفع عليها النار. هجيب حلة واحطها على النار، بنزل فيها بمعلقتين كبار من السكر. هنسيب السكر ده كده يدوبك يسيح، يبقى زي الكراميل، بس اللي هو ايه يدوبك بس ان السكر ساح معانا. بص هو السكر اهو يدوبك ساح. في الوقت ده هجيب الصلصة اللي انا كنت مسبكاها وهبتدي ان انا اضيفها على طول في قلب الحلة، وعلى طول بقى كده هقلب بقى بسرعة قبل بقى ما السكر يمسك في الحلة. بعد كده هجيب البصل اللي انا كنت محمراه وضربته في قلب الكبة ونزلت بيه على الصلصة. بعد كده هدي رشة من الملح وهدي رشة من الفلفل الاسود. مكان بقى الطاسه اللي كان فيها الصلصه حطيت فيها حبه ميه كده، لان هنا الصلصه لما حطيت البصل الصلصه هنا تقلت معانا. طب برضك انا حاساها لسه هي برضو كده تقيله، هجيب لها حبه ميه كمان وهبتدي ان انا اضيفهم. ضفت كمان حبه ميه، هنديها بقى تقليبه. انا هنا الصلصه اللي هي بتبقى تقيله قوي ولا بتبقى خفيفه قوي. وكمان اديتها كده معلقتين كبار من الزيت اللي انا كنت محمره في البصل، وهسيبهم هنا كده ياخدوا لهم كده غلوه او غلوتين على النار. بصي هي كده بقى غليت وهي كده خلاص كده بقت جاهزه معانا الصلصه. حطيت اناء تاني فيه ميه، وعندي الغليان نزلت برشه من الملح ومعلقه كبيره من الزيت، وهبتدي انزل بالمكرونه. عندي هنا مكرونه اللي هي الاسباجيتي، وعندي كمان مكرونه اللي هي المرمريه. اي نوع مكرونه حابه انت تضيفيه تقدري ان انت تحطيه. هنسيب هنا المكرونه لحد ما تستوي. اول ما المكرونه هنا كده استوت هبتدي ان انا اصفيها على المصفى. لو المكرونه فيها نشا تقدري ان انت تشطفيها بس شطفه بسيطه كده تحت الحنفيه. بعد كده بجيب حله واحطها على النار وبنزل بقطع من الزبده. اول ما تبتدي تسيح بنزل بالمكرونه المسلوقه. هندي كمان رشه من الملح ورشه بسيطه من الفلفل الاسود، وهنبتدي بقى هنا كده ندي تشويحه للمكرونه في قلب الزبده. وكده خلاص المكرونه بتاعتنا كده بقت جاهزه معانا. ودي كده الصلصه اهي على النار. كده بقى هنبتدي ان احنا نقدم في طبق التقديم. كده بقى المكرونه بحطها في قلب طبق التقديم، وببتدي ان انا ارش بقى من الصلصه بتاعتها كده من فوق. اهم حاجه في الصلصه دي عشان تبقى معاكي مظبوطه ما تغمقيش البصل معاكي يتحرق معاكي، وكمان الكراميل معاكي ما تحاوليش ان هو يتحرق معاكي. لو دول يتحرقوا هيدي طعم وحش جدا للمكرونه، مش هتبقى حلو. انما لو عملتيها بنفس الطريقه اللي انا عملتها بيها دي هتبقى زي المحلات اللي بتتباع بره بالظبط. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.